جسمك ماشي غير لحم وعظام كنشوفوه برا، بل هو مدينة عملاقة فيها أكثر من 37 تريليون خلية، كل وحدة فيهم عالم بوحدو خدام بدقة مجهرية مذهلة وتناغم كيحيي العقول في كل ثانية. الخلية عندها سور ذكي كيتسمى الغشاء الخلوي. هذا السور كيعرف بدقة شكون يدخل وشكون يخرج، كيدخل الماكلة والأكسجين وكيطرد السموم برا، وكأنه نظام حماية متطور ما كينعش نهائيا. في قلب كل خلية كاين النواة وهي مركز القيادة الأعلى، داخلها كاين DNA اللي هو كتابة التعليمات الضخم اللي فيه كاع أسرار بناء جسمك وكاع المعلومات اللي كتحدد شكون انت. وإلا هضرنا على الطاقة خصنا نذكرو الميتوكوندريات، هادو هما محطات توليد الكهرباء الحقيقية اللي كيحركو الغذاء باش يعطيو للخلية الجهد الكافي باش تتحرك وتقوم بالوظائف الحيوية ديالها بلا توقف. داخل الخلية كاينين مصانع حقيقية كتسماو الريبوزومات. هاد المصانع كتبني البروتينات بحال وحدات الروبوت المتطورة، وهي اللبنات الأساسية اللي كيبنيو العضلات هرمونات حتى شعرك وظفارك. حتى النظافة في جسمك مدروسة بدقة، كاينين الليزوزومات اللي كيقوموا بدور عمال النظافة، كيهضموا الفضلات والسموم وكيديروا إعادة تدوير للمواد اللي باقا صالحة باش تبقى الخلية ديما نقية ومنظمة. الخلية عندها هيكل قوي بحال الحديد ديال البني. هذا الهيكل الخلوي هو اللي كيعطيها شكلها المتناسق، وفي نفس الوقت كيعمل كطريق سيار سريع لنقل المواد والمعلومات لجميع أطراف الخلية. من أعظم المشاهد الإعجاز هي عملية الانكساب. الخلية كتقدر تنسخ نفسها وتولي جوج بدقة خيالية، هكذا جسمك كيعوض الخلايا اللي ماتت. بفضل هذه العملية كتكبر وكتبرى الجروح ديالك. خلايا الدم الحمراء هي أسطول النقل السريع في جسمك، كتهز الأكسجين من الرئة وكتوزعو على كاع تريليونات الخلايا في رحلة دائرية مدهشة ومستمرة باش تضمن أن الحياة واصلة لكل نقطة فيك. الخلايا العصبية هي شبكة الاتصالات والذكاء، كترسل إشارات كهربائية بسرعة كتوصل ل 400 كيلومتر في الساعة باش تقدر تفكر، تحس وتجاوب مع العالم اللي داير بيك في جزء من الثانية. خلايا المناعة هي الجيش المدافع اللي ما كيبردش، كتقلب على المتسللين بحال البكتيريا والفيروسات، بمجرد ما كتلقاهم كتهجم عليهم وكتقضي عليهم في معركة مجهرية شرسة باش تبقى انت بصحة جيدة. كاينين الخلايا الجذعية وهي خلايا سحرية عندها قدرة عجيبة تحول لأي نوع من الخلايا كيحتاج الجسم، سواء كانت خلية عظم، عضلة أو قلب، هي اللي كترمم ما ضاع من جسمك. أحسن موت الخلية مبرمج ومفيد. عملية الانتحار الخلوي كتخلي الخلايا القديمة أو اللي فيها خلل تموت بهدوء وبلا صداع باش تخلي بلاصة خلايا جديدة وصحية تخدم في الجسم ديالك. في الختام، كل خلية فيك هي آية في التصميم والإعجاز الإلهي. تريليونات الأنظمة خدامة في انسجام تام بلا ما تحس، غير باش انت تعيش وتتحرك. سبحان الله في عظيم خلقه وتدبيره. إلا كنتي من الناس اللي كيعجبها هذا النوع ديال المحتوى العلمي وباغي تشوف أسرار الجسم البشري والعالم اللي داير بينا، ما تنساش ديري اشتراك للقناة وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي كامل في الحين. شكرا لكم بزاف على المشاهدة والدعم. إلى اللقاء.